واش خصنا نقبلوا هذا الظلم والفساد كامل والخسائر المادية والمعنوية اللي ما يقدر يحصيها إلا الله بسبب الخوف والجبن والرعب من البشر؟ إذا كان الخوف من الموت فأنا على يقين بأن اللي كيموتوا دابا بسبب الأمراض والفقر والحروب والخمر والمخدرات وحوادث السير والسرقة والانتقام عددهم أكبر بكثير من عدد جنود الله اللي كينالوا الشهادة في المعركة ضد العدو، واللي ما كيعانيوش بحال اللي كنعانيو حنا الآن، لأن الصادق المصدوق خبر بأنهم كيمسهم كألم القرصة، إضافة أنهم كيفوزوا بالنعيم الخالد في الجنة والنجاة من عذاب النار وعذاب القبر. الخوف من الله أولى من الخوف من إنسان بحالو بحالك، وتقدر تكون فضل منه بالتقوى. الفراساسة من العدو بالنسبة لي أهون من سجدة وحدة لغير الله، وكما يقال إذا كان الشجاع يموت مرة فإن الجبان يموت العمر كله. من تجي الخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله غادي نربحو الكثير من الوقت والجهد اللي غادي نستثمروهم في أمور أخرى كثيرة من أجل تحسين جودة العيش ونشر الإسلام ومساعدة المحتاجين ورفع الظلم عن الأقوام الرازحين تحت استعباد الطواغيت البشرية. ما غاديش يكون مرض الإيدز منتشر، وغادي تكون المرأة بالها هاني حين تعرف راجلها ما غاديش يجيب شي مرض من الزنقة. ما غاديش تبقى القنوات الإباحية مسموح ليها الولوج لبيوت الناس عبر الأجهزة الإلكترونية. ما غاديش تكون نسب مرتفعة ديال الطلاق أو العنوسة. ما غاديش تكون شواطئ ومسابح مختلطة فيها الرجال والنساء عريانين. ما غاديش تبقى الخادمات في البيوت يتعرضوا للتحرش والعنف. ما غاديش يسافر الإنسان وبالو مشطون عندك شي سراق أو حرامي أو حرامية يدخلوا للدار. ما غاديش تبقى الأم سهرانة حيث ولدها المدمن على الخمر والمخدرات مازال ما جاش وخايفة توقع ليه شي حاجة أو يشدوه البوليس. ما غاديش تبقى حوادث السير المرتبطة باستهلاك الخمر والمخدرات. ما غاديش يبقى الزوج والزوجة خايفين من كثرة الأولاد، وغادي ينقص استعمال موانع الحمل والعمليات القيصرية والرضاعة غير الطبيعية. ما غاديش نشوفو مرأة حامل كتولد قدام السبيطار حيت ما عندهاش الفلوس، أو مريض يطردوه من المصحة وخا مازال ما كمل العلاج وما دارش العملية اللي غتنقضو. ما غاديش يبقى شغب الملاعب كيتسبب في ملء المستشفيات والسجون وإزهاق الأرواح وتخريب الممتلكات. ما غاديش تبقى البنت أو المرأة تشعر بالخطر وهي في طريقها الصباح للعمل، أو تفقف في الشباك الأوتوماتيكي وهي خايفة على حقيبتها اليدوية. ما غاديش نحتاج نسد سيارتي باش ندخل أقرب محل تجاري، وما غاديش يحرموني السراقة من الخشوع في الصلاة، بل غادي نصلي في المسجد وبالي هاني، لأن النعل والحذاء ديالي استودعتهم في أمان داخل المسجد. والسلام عليكم.